مين لسه ما جرب الزربيان العدني بالدجاج؟ هذا الطبق الشهي الغني بالنكهات من أشهى أطباق الرز الخليجي. جربوه على طريقتي وعلى ضمانتي رح يصير طبقكم المفضل. باستعمال رز مندي البسمتي طويل الحبة، بنغسله وبننقعه لمدة نص ساعة قبل الطبخ. بنقطع بصل شرايح وبنقليه لحد ما يصير ذهبي غامق. بمحضرة الطعام بننزل نص كمية البصل المقلي وفوقه لبن وزنجبيل شرايح مع توم وفلفل أخضر ومجموعة البهارات. نخلط هاي الخلطة العجيبة لحد ما تتجانس. بننزل الخلطة على الدجاج بطنجرة على النار، بننزل السمنة والزيت وبنحمص البهارات الصحيحة لحد ما تطلع النكهات اللي بتجنن. بننزل الدجاج وبنقلبه ل5 دقايق، بنضيف البطاطا وبنقلبها وبننزل باقي الخلطة وكوب مي وبنتركه على النار لحد ما يستوي الدجاج. بنحضر للرز المشخول بطنجرة مليانة مي مغلية، بنضيف الملح وبهارات صحيحة وبننزل الرز لحد ما يستوي 90% وبنصفيه. الطنجرة اللي فيها الدجاج بعد ما يستوي بننزل طبقة من الرز وبنحط شوي من البصل اللي تركناه على جنب، وبنرجع بنحط طبقة تاني من الرز وبنتركه على نار هادية لمدة نص ساعة، وبننزل عليه الزعفران المنقوع وبندخنه بفحمة بنطفيها بشوية زيت. وصحة وعافية.